السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناتكم شيوات الأخوات في فيديو جديد ووصفة جديدة. ما تبخلوش عفاكم علينا من لايك، شاركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا. بطبيعة الحال نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وتكونوا في صحة جيدة إن شاء الله يا ربي. نتمنى نكونوا خفاف على قلوبكم ان شاء الله. اليوم غادي نشاركوا معكم هذه الوصفه الرائعه ديال كيف كنحضروا حنايا الفخيضه هكا ديال الديك الرومي بيبي بلا ما بلا والو، متبله كتجي رائعه. غادي نبداو بالصلاه والسلام على حبيبنا محمد. هنا عندنا واحد الفخيضه اللي سبق لينا بطبيعه الحال غسلناها مزيان وقطرناها، وغادي نديروا لها هكا واحد التفليحات باش غيدخل ليها الطياب مزيان، سواء من التحت وكذلك من الجهه الفوقانيه من الوجه ديالها. غير غنديرهم تحت هاد التفليحات، نديرهم تحت الجلده باش ما نضيعوا لهاش المنظر ديالها من الفوق. صافي بهاد الطريقه غادي نحتفظوا بها جانبا، وغادي ندوزو نحضروا التتبيله باش غنتبلوها. هنايا عندنا هاد التوابل اللي سبق لينا حضرناهم حنا في المنزل ديال الدجاج، هكا فيهم شويه من الحاجه، فيهم شويه حبه هيل، شويه قزبر يابس، شويه كوري، شويه فلفله كحله. المهم اللي ما عندوش هاد الاخر يقدر يدير التوابل اللي معتمده عنده وصافي. عندنا معلقه كبيره، وهاد التوابل كذلك ديال اكسيون زوينين بزاف على البنات، فيهم حتى هما شويه الثوم بودره، فيهم بصله بودره، وفيهم شويه ديال الحار حتى هما درنا واحد المعلقه. وهنايا عندنا اختياري السمن، غنديروا معلقه صغيره، الراس ديال المعلقه صغيره عفوا ديال السمن. وغادي نضيفوا كذلك شويه ديال الحامض مصير اختياري، اللي لم توفر عندكم ضيفوه، كيعطي واحد النسمه زوينه حتى هو. الراس ديال المعلقه صغيره كيف ما كتشاهدوا. نحيدوا هذيك العليفه ديال الحامض، وغادي نضيفوا واحد الرشيشه كذلك ديال ملح الهيمالايا، تقدروا تضيفوا الملح العادي اللي متوفر عندكم في المنزل. وغادي نديروا كذلك من الفوق واحد الرشه ديال زيت الزيتون. كذا هاد التتبيله كتجي رائعه البنات، بنينه بزاف. صافي هنا نديروا واحد الرشيشه من هذاك ملح الهيمالايا، وغادي نديروا رشيشه ديال زيت الزيتون، وغادي نخلطوا هذوك التوابل هكا مزيان كاملين مع بعضياتهم بهذه الطريقه. لهاد الفخده ديال ديك الرومي ما غنضيفوا لها لا ما لا والو، طيبوها في الفران كتجي بنينه بزاف. هنا بعد ما نخلطوا هاد التوابل هكا مزيان بالمعلقه كيف ما كتشاهدوا، غادي ندوزو باش غادي نتبلوا هذيك الفخده ديالنا مزيان، ندخلوا لها في هذوك الفتحات اللي درنا، هذوك التفليحات اللي درنا مزيان، هذوك التتبيله باش تنسم لينا مزيان بهذه الطريقه. نحاولوا نشرملوه مزيان هكا تحت الجلده كيف ما كتشاهدوا، عادي كيف ما كنشرملوا الدجاج. ندخلو كيف سبقت قلت لكم في هذوك التفليحات باش تنسم. المهم نستمروا هنا بنفس الطريقه تحت الجلده كذلك حتى نشرملوها مزيان، كتجي رائعه. تقدروا ترافقوها هكا مع سليطه، تقدروا ترافقوها هكا مع شويه البطاطا في الفران، ولا مع شويه بطاطا فريت، مع اي حاجه، مع داكشي اللي بغيتو. المهم هنا نستمروا بنفس الطريقه، وغادي ناخذوا الطاوه اللي غادي ندخلوا فيها نديروا فيها هاد الفخده ديال الديك الرومي ديالنا باش ندخلوه يطيب في الفران. انا بعد ما مسحنا هذيك التوابل كاملين اللي عندنا في الطبس نسمنا بهم هذيك الفخده. هنايا غادي كيف سبقت قلت لكم الطاوه اللي درنا فرشنا فيها واحد الورق ديال الطهي، وواحد البصيله درناها هكا قطعناها غير دوائر، وعندنا واحد 3 ديال الوريقات ديال سيدنا موسى. صافي ونحطوا فوق من هذيك البصيله هذيك الفخده، وغادي نديروا واحد الرشيشه خفيفه كذلك ديال زيت الزيتون هكا من الفوق كيف ما كتشاهدوا هكا واحد الخطوط. وغادي ناخذوا ورق زبده اخر ونفزقوه بالماء باش غادي نغطيو به الفخده من الفوق. فزقوه واحد شويه، سمحوا لي صوتي شويه مبحبح مع هذا الجو البارد. صافي هنايا نغطيو هاد الفخده بعد ما فزقنا هذاك القاعد، نغطيوها هكا مزيان، وغادي نزيدو نديرو من الفوق بابيل الومنيوم، ندخلوها طيب في الفران اللي سبق لينا سخنا بطبيعه الحال تقريبا واحد ساعه ونص، نبقاو نراقبوها
عينكم ميزانكم، مرة تحلوا شوفوا شوفوا فيها هكا واحد الموس ولا وشوفوا واش طابت، ومن بعد نحيدوا هذاك الالومنيوم وهذاك الورق باش نحمروها واحد شويه من الفوق بلا ما نيبسوها، باش تبقى لينا خوغوصه ما تجيناش يابسه وناشفه. صافي هنا نغطيو الطاوه ديالنا كيف ما كتشاهدوا، بعد ما غطيناها بالورق الطهي نغطيوها ببابيل الومنيوم، وغادي ندخلوا الطاوه ديالنا الفران طيب. كيجي رائع البنات هاد الصدر ديال البيبي هكا في الفران بلا ما بلا حتى شي حاجه، يعني طريقه مختلفه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفخيده ديالنا بعد ما طابت، كتجي رائعه طايبه معلكه زوينه. حنا هنا رافقناها بشويه ديال الباذنجان مع هذيك المحشو هكا بالبطاطا، درناه في جيب الحلواني. المهم هذاك اقتراح وصافي، شويه بيض مسلوق شويه سليطه، المهم داكشي على حسب الرغبه ديال كل واحد. كيجي بغي لذيذ بزاف. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.